احتساء القهوة باستمرار كيسرع الشيخوخة المبكرة وكيسرع ظهور التجاعيد، وأيضا كينقص إنتاج الكولاجين وكتولي تبان في سن أكثر مما تبدو عليه. القهوة المحمصة يعني حبوب البن المحمرة، هاد عملية التحميص، هاد العملية الكيميائية كتخلي القهوة تولي مسمومة وكدير سرطانات على المدى الطويل وكتسرع سرطان القولون. نعم، من بين أسباب سرطان القولون الأشياء المحمصة. وهاد التحميص راه ما كيكونش فقط في حبوب البن، كيكون في المخبوزات، في اللحوم المحمرة والقغية والمقلية. هذيك التحميرة اللي كتعجبكم، داك اللون ديال الزبدة ملي كيولي حمر كتكون لاكريلاميد، تقريبا نفس الشيء. يعني جميع الاشياء المحمرة كتكون لي زاج اس، هاد المواد الكيميائية المسرطنة هي عبارة على اتحاد ديال البروتينات مع السكريات، وانا دا كيقدر يجيك السكري من النوع الثاني. نعم، احتساء القهوة باستمرار لمدة طويلة يؤدي لظهور السكري النوع الثاني، لان هاد المكونات اللي سميتهم لي زاج اس لي برودوي دو غليكاسيون كيسرعوا ظهور السكري من النوع الثاني. هاد المواد المسرطنه اللي سميناهم AGEs ما كاينينش فقط في حبوب البن، كاينين ايضا كيظهروا خلال عمليه بصره الحليب، يعني الحليب المبصر اللي كنعرضوه لدرجه حراره عاليه باش نقتلوا البكتيريا، حتى هو فيه لي AGEs. قلنا في دروس سابقه ان الحليب حتى هو كيخلي الالتهابات يظهروا وكيسرع الشيخوخه، خصوصا عند الاطفال. الحليب تيدير الاكزيما، كيدير التهابات، كيدير حساسيات. ومن بين الحساسيات اللي كيظهروا عند الاطفال حساسيات الجهاز التنفسي. الاطفال ما لازمش ياخذوا الحليب ومشتقات الحليب، خصوصا الاشياء المبصره، حيت غنيه بهاد الاشياء اللي سميتها لي زاجي او. ولا قلت ليك باللي هاد لي زاجي او اس حتى هما كيديروا امراض القلب والشرايين. قراو عليهم، كتبوا AGEs وقراو عليهم كثير من الدراسات العلميه، دي ميتا اناليز كيطرقوا لهاد لي AGEs في ظهور الالتهابات والسرطانات وعلاقتهم بامراض المناعه الذاتيه وعلاقتهم بالربو وعلاقتهم بمشاكل وعسر التنفس سواء عند الاطفال او من بين اسباب اضطراب المناعه وخلل المناعه هو هاد لي AGEs اللي كاينين في القهوه، كما قلت في المخبوزات، في لافينوازري، اي حاجه محمره، الخبز السواقي المحمر، هذاك التحمار AGEs. يا ايها الناس، الم يحن الوقت، الم يأن للذين امنوا انهم يفيقوا ويعيقوا؟ راه هذا هو الوقت ديال اليقظه، وهذا الوقت ديال التنوير، ونفيقوا ونفهموا ان 99% ديال الامراض التي تظهر السبب الاول ديالها هو التغذيه والهواء ثم الماء. واللي بغى يعرف اكثر على هاد البلان ديال الحبوب المحمصه يقرا على تفاعل ماياغ. هاد العالم رحمه الله عليه سواء كان مسلما او غير مسلم نفع البشريه، سنترحم عليه. تفاعل ماياغ هو اللي فسر لنا كيفاش هاد البروتينات كيتفاعلوا مع السكريات وكيعطيونا هاد المواد المسرطنه ملي كتدخل للجسم كتخسر لنا البروتينات ديالنا وكتخسر لنا الكولاجين ديالنا، وثم نتساءل من اين تاتي الامراض. وكنبغيو حلول ترقيعيه، كنمشيو عند مسيو لو ديرماتولوج كنقولوا لي مسيو لو ديرماتولوج بغينا حل دابا، ما يمكنش، لازم نغيروا العادات الغذائيه، لازم نزوروا اخصائيين صحيين في التغذيه، اخصائيين صحيين اللي عندهم خبره ومؤهلين، ماشي هادوك اللي عندهم شواهد جد متواضعه. واخر شيء اختم به، اغلب الاطفال اللي تزادوا بعمليه قيصريه، يعني ما دازوش من لافوا باس ولا لا ميزبا، يعني تفتحات البطن وجبدنا الاطفال ما كيدوزوش من الطريق اللي خصهم يدوزوا منها، وبالتالي دراسات كتقول ما خداوش البروبيوتيك، واحد الانواع ديال البروبيوتيك اللي كاينه في لافوا فاجينال. هاد الاطفال 90% الدراسات كتقول عندهم عسر التنفس وعندهم امراض الربو. هاد الاطفال لازم ما ياخذوش الحليب ومشتقات الحليب، حيت فيها لي AGEs وفيها بروتينات صعبه الهضم، حيت عمليه البستره لا باستوريزاسيون كتخلي البروتينات صعبه الهضم. اوكي، وما لازمش ياخذوا ايضا زيوت نباتيه، وما ياخذوش لا مارغارين، داكوغ، ما ياخذوش الدقيق الابيض. هاد الاطفال اللي عندهم حساسيات والربو
لازم ياخدوا لي بروبيوتيك وياخدوا جرعة يومية كل يوم من فيتامين د. كذلك لازم ياخدوا أشياء طبيعية ويبتعدوا كل ما هو مصنع. وأفضل شيء لازم يمارسوا الرياضة في الهواء الطلق ويستنشقوا هواء نقي ويتعرضوا لأشعة الشمس يا سيدي ربي. وأتمنى لكم موفور الصحة